فخده؟ انا هعمل فخده اعملها ازاي وانا لسه عروسه كده وصغيره وعايزه حد يدلعني لسه يعني. اول ما اتجوزت زمان واول رمضان يعدي عليا طارق قرر ان هو يعمل عزومه. لا لازم بقى برضه نعزم الناس اللي عزمونا كل الفتره اللي فاتت دي. فطبعا كاي عروسه جديده حطيت ايدي على قلبي وقلت يا رب استر. زمان بقى ما كانش في بقى كل القنوات بتاعه التلفزيون بتاعه الطبخ، ولا كان في كل النت، ولا كان في كل الحاجات اللي انتوا شايفينها وبتعملوها دلوقتي وبتتعاملوا معاها. فانا كان بالنسبه لي مفيش الا مين؟ مفيش الا ماما بقى ساعتها كانت مسافره في العمر. يعني بصوا بقى قفلت عليا من كل حته. طب هعمل ايه؟ هسوي ايه؟ حطيت كده مني وسالته وقال لي ايه ده؟ مفيش فخده؟ مفيش لحمه؟ وانا فخده؟ انا هعمل فخده اعملها ازاي؟ فطبعا اتوترت جدا جدا، وكان بالنسبه لي فخده دي حاجه كبيره وصعبه عليا جدا يعني، وانا لسه عروسه كده وصغيره وعايزه حد يدلعني لسه يعني. ما اطولش عليكم، استدعيت من الذاكره ان زمان في بيت امي في عزومه كبيره جابت طباخ وعمل فخده، وقعدت افتكر ان انا فضلت واقفه جنبه واستدعيت كل الحاجات اللي هو عملها وطلعت حته دين فخده في منتهى الجمال. تعالوا اقول لكم بقى التتبيله بتاعت الفخده دي هتبقى ازاي. قبل ما اقول اي حاجه هقول ان انا اشتريت الفخده الضاني دي من عند الجزار، ودي تقريبا حوالي 4 كيلو. خليته يعني شال منها حبه دهن يعني، بس احتفظت بشويه دهون عشان تفضل طريه، وغسلناها طبعا كويس. ونقول دلوقتي التتبيله مع بعض. هنتبل الاول الفخده الضاني، لازم نتبلها في حاجه كبيره، وانا الحقيقه ما لقيتش حاجه اكبر من الصينيه اللي انا اصلا هحط فيها الفخده. هحط الاول دي حوالي بصلايه كبيره جدا مبشوره، هنحط عليها 3 طماطميات مبشورين، 4 فصوص ثوم مفرومين، ملح، فلفل اسود، معلقه كبيره من السبع بهارات، معلقه صغيره من السكر، معلقه من الكمون صغيره، حبه خل، حبه من معلقه صغيره من دبس الرمان، وحبه من الروزماري عودين كده ولا حاجه، في كمان حبه زعتر، وفي كمان معلقه صغيره من الحبهان المطحون، نص معلقه صغيره. هنخلط ده كله سوا. هنجيب بقى الفخده ونبتدي بقى ندعكها كويس قوي بالتتبيله دي. استخدم ايدينا بقى مساج بقى، اعملوا لها مساج كده، دلعوها كده. بعد ما عملنا لها المساج هنجيب بقى دلوقتي البلاستيك ونلفها بيها كويس جدا. دلوقتي كل الفخده بقى دي تقعد في التتبيله اكبر عدد ممكن من الساعات. يعني لو انا عايزه مثلا اعملها بكره عشان عندي عزومه، فانا هتبلها من اليوم اللي قبله. كل ما قعدت اكتر كل ما ادتني نتيجه احلى. طبعا اقل عدد ممكن من الساعات يبقى مثلا 4-5 ساعات، لكن كل ما اتثبت في الثلاجه لتاني يوم هتشوفوا بقى. دلوقتي عدت ليله كامله على الوحش اللي في الثلاجه، طلعناه اهو تمام. هنسيبه كده على جنب ونطلعه علشان الصينيه بقى دي اللي فيها كل التتبيله الحلوه اللي احنا حاطينها، هنحط بقى فيها شويه خضار وشويه حاجات عشان تدي طعم وريحه حلوين. هيبقى عندي شويه خضره الاول. خلينا نقول ان عندنا روزماري عودين كبار، هحطهم زي ما هم، مش هفضي فيهم غير نصهم بس. وعندي الورق بتاع عودين من الكرفس برضو، هحط الورق كده تقطيع اي كلام تمام. وهحط برضو عودين كرفس بس دول بقى هقطعهم. ناخد الفلفل مكعبات، والجزر، كل الخضار الحلو ده، ومعانا كمان بصلتين متقطعين ترانشات. هنحط ده كله في الصينيه من تحت، هيبقى القاعده اللي هنقعد عليها الوحش اللي قاعد ورايا ده دلوقتي. لازم بقى نقلب كل التتبيله دي مع الخضار كده. كل التتبيله اختلطت مع الخضار. هحط كمان بقى حبه زيت زيتون ورشه ملح صغيره. هنجيب بقى الوحش ده ونحطه هنا اهو كده. وعايزين بقى دلوقتي هنعمل له كده بس كده فتحات بالسكينه، عشان لما نيجي هنقفل عليه في الفرن، وهنحاول ان احنا من يعني بعد ساعتين على الاقل نحاول نفتح ونسقيه شويه شويه بكل العصارات اللي هتنزل
منه في الصينيه من تحت. نقفله بقى كويس جدا، لازم يتقفل يعني خالص، ما يبانش منه اي حاجه، عشان البخار هو اللي هيسويه كويس قوي قوي طبعا بحراره الفرن. وطبعا الفرن سخن، هتدخل تقعد 3 ساعات ومش هنفتح عليها باي حال من الاحوال قبل ساعتين. دلوقتي ساعتين مروا على الصينيه، انا عايزه بس ابص بصه. الله ما شاء الله في منتهى الجمال. نقعد بقى كده نسقي ونختبر بقى الايه اللحمه. لا لسه طبعا، لما بفتح كده وابص من جوه، بفتح كده وابص الاقي اللحمه من جوه لسه فيها دم، فبقعد بقى اسقي، لازم اسقي كل شويه. ممكن بقى نستعمل فوطه علشان تساعدنا لانها سخنه مولعه. هتدخل الفرن 1.5 ساعة كمان. ايه رايكم بقى نطلع الوحش، قصدي الفخده، من الفرن ونشوف اخبارها ايه؟ تعالوا نبص مع بعض. ريحتها تجنن تجنن تجنن. حانت لحظه الحقيقه. الله الله هتلسع، الله تهبل تجنن. استوت واتحمرت وبقت في منتهى الجمال. راحه بالراحه علشان هي زي ما بقولنا العظم خلاص هيقع من اللحمه، احنا عايزين نحتفظ بشكلها. كل بقى العصاره دي دلوقتي هنصفيها عشان نعمل الصوص. ادي الصوص اهو. بعد ما طلعنا العصاره الحلوه الجميله اللي كانت في الصينيه دي كلها، هنبتدي بقى نعمل منها صوص حلو قوي قوي. هحط نفس الصينيه على النار وهولع عليها العينتين علشان هي صينيه كبيره، علشان ابتدي اعمل زي رو خفيف كده اهو بالدقيق وشويه زيت الزيتون، وانزل عليها بالصوص الحلو الجميل البني اللي انتوا شايفينه ده. هيبقى صوص جميل جدا جدا. هنحط زيت زيتون كفايه، يعني الدهون اللي احنا ايه اخدناها، زي بالظبط اللي يقعد يعمل ياكل بعدين ياخد في الاخر بيبسي دايت اهو بالظبط كده. هنحط يا دوبك معلقه دقيق واحده، هنحمرها كده. الصوص بعد ما غلي بتاع مثلا 5 دقايق، بصوا بقى تقله كده حلو جدا جدا. بصوا منظره، بس كده كفايه قوي. هنطفي عليه علشان نقدمه مع الفخده. وادي الفخده بتاعتنا جاهزه خلاص. بعد ما عملنا الصوص ممكن جدا ناخد رشه من الصوص نحطها على وش الفخده كده، فتديها لمعان وتديها شكل حلو قبل ما نطلعها على السفره. بس كده. ودي كانت الفخده الضاني اللي عملناها في الفرن. سهله جدا، مفيهوش اي حاجه. كل ما في الموضوع شويه تتبيله صح ممتازه، بيتها في التلاجة شويه، نصحى تاني يوم نحطها في الفرن، نقفلها كويس، ما نفتحش عليها خالص. هنضمن ان احنا ناخد فخده ضاني في منتهى الجمال. هنقدمها مع ايه؟ هنقدمها مع رز بالخلطه، وده بقى حكايه لوحده. عايزين تعرفوه؟ تعالوا الحلقه الجايه.